اول لعيب معانا في اصبر وهو ماركوس راشفورد. ماتشاتهم حلوه، ماتش الاسبوع ده حلو، فلو استنيت عليه كل ده يبقى خلاص خليه. ومفروض ان هويلاند هيلعب الاسبوع ده، فراشفورد هيرجع للوينج المحبب اليه. من نفس الفريق عندنا برونو اللي ارقامه كانت احسن كمان من راشفورد، فزي ما قلنا لو استنيتوا عليه ادوا له الماتش ده كمان. بعد كده في جاو بيدرو اللي كل الناس كانت بتبيعه بما فيهم احنا، لغايه لما طلع خبر ان انسيسو احتماليه كبيره انه يكون مصاب، فلو كده استنوا عليه الماتش ده. انا عارفه ان احنا خلاص اتخنقنا من جابرييل، بس بعد طرد تومايوسو واصابه تيمبر يعني في احتماليه اكبر شويه ان هو يلعب، فممكن تدوله ماتش كمان، بالذات ان الماتش ده فولم ودفاعهم وحش قوي وهجومهم كمان وحش قوي، فجابرييل ممكن يعمل مفاجاه. واخر واحد معانا في اصبر وهو ارشر اللي ما لعبش تقريبا ولا ماتش، بس هو خلاص مفروض ينقل شيفيلد يونايتد، فهيكون عندنا لعيب بيلعب اساسي ب4.5 مليون. تابعونا عشان بقية اقتراحاتنا للفانتسي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.